رئيس الجمهورية هو اللي ترجعوا رئيس الجمهورية. قول الشعب أنا نقول له معنا وقت كثير سي مزرق. يلا أنا قلت له غير الأخت معك اسمك الله ما كتسمعنيش، الشعب سمعني كل، وقلت بأن رئيس الجمهورية سمح للجسم الإنقاذي كل أفراده بمرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية أن يتمتعوا بجميع حقوقهم المدنية والسياسية. معليش هذا هو. أنا قلت وعاودت، أنت برك ما حباش تسمع ويظهر لي ما تسمعش. لا القانون طيب ما بقاش معنا وقت كثير سي مزرق. حتى المرسوم مش قانون سي مزرق، المرسوم مش قانون. المرسوم يقول باللي مرسوم المصالحة، يقول ما عندكمش. ما بقاش معنا وقت كثير. إلى أين أنتم ماضون بين المسألة قانونيا؟ اولا انا نستغرب يعني بكل صراحه الشيء اللي جاء على لسانكم انتم والشيء اللي جاء على لسان السيد مزراق، انكم تكلموا على الجيش الاسلامي للانقاذ. هل يعقل في ظل الدستور الحالي وفي بلاد المؤسسات اننا نتكلموا على جيش خارج المؤسسه الرسميه نتاع الدوله وهي الجيش الوطني الشعبي؟ بالنسبه لنا كاعلاميين ما عندناش صفه اخرى نسميو بها. لا يعني نعرفوا المصطلح فقط، المصطلح. نعم. اذا كان المصطلح هذا رانا نعتمدوه ونقولوا باللي كاين، نقروا باللي كاين جيش اسلامي للانقاذ، اذا حنا التساؤل المطروح انا نتساءل وراهي الدوله الجزائريه اللي دارت دستور، والدستور هذا يتكلم على مؤسسات ويقول المؤسسه الوحيده اللي ممكن تسمي روحها جيش هي الجيش الوطني الشعبي اللي هو مؤسسه دستوريه. هذه من جهه. من جهه اخرى كي تجي تشوف باللي هذا الجيش هذا وما قام به في ال20 سنه السابقه، اليوم انا نشوف باللي لماذا هذا التوقيت ولماذا في هذا الزمان اللي بدينا تعاود طرحت مشكله عوده الفيس المنحل ولا الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل. نظن باللي هناك قراءتي السياسية، أنا كسياسية نظن باللي كاين تحضير لما بعد الرئيس بوتفليقة. هذه القراءة السياسية اللي ممكن أنا نشوفها في هذا الوضع. وإذا كان هذا التحضير هذا لازم يكون تحضير، هذا لازم يكون في إطار قوانين الدولة. أنا الشيء اللي نلاحظه اليوم هو أنه القانون تاع 2006 اللي تكلمت عليه تاع 27 فبراير تاع كيفية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، هذا القانون في حد ذاته اللي نظن باللي سي مزراق راهو يعترف به لأنه هو اللي عفى عليهم هذا القانون. هذا القانون في المادة 26 تاعو يمنع منعا باتا بصريح النص أنه الناس اللي كان عندهم ضلع في أحداث العنف والمأساة الوطنية ما عندهمش الحق أنهم يمارسوا السياسة بأي شكل من الأشكال. الآن السؤال المطروح، هل اليوم في نهاية 2014 راح نرجع عودة مجددة بعد 20 سنة إلى نفس الموقع اللي كنا فيه في سيدة زبيدة؟ أنا أخطف السؤال هذا من عندك. تكلمت هي على القانون تاع المصالحة الوطنية وباللي قانون سيد. نعم قانون سيد، نتفق على هذا، بصح أنا ضد نتاع القانون أقوى من الاتفاق. هذا خطأ. الاتفاق أقوى من القانون. لماذا؟ لأن الاتفاق يتم بمفاوضات والقوانين تأتي لمحاولة تجسيد أهداف الاتفاق. الهدف الاتفاق الأول والأخير هو تجسيد المصالحة الوطنية بين الجزائريين، ترك السلاح والعودة إلى سلطة القانون. ممتاز. أنا جاي دقيقة وخلص. إلى سلطة القانون. هذا الذي فعلناه وهذا الذي يجب أن يتم. ما دام الناس تمنعنا من الحقوق السياسية سنناضل وسنفرض حقنا. نعم. سيدة زبيدة عسول، الاتفاق أقوى من القانون، وعندما يصرون على نشاطهم السياسي هذا أسلم من أنهم يصرون على نشاط آخر غير سياسي. أنا سي رشدي، أنا ما نلومش واش يقول السيد مزراق ولا الجيش المنحل، ولا أنا نلوم الدولة. درك لما الدولة دارت اتفاق مع هذا الجيش سري بطريقة سرية، لكن هذا الاتفاق كيفاش تجسد في قانون؟ لأنه اليوم أنتم الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل راكم عفى عليكم هذا القانون هو اللي عفى عليكم. لا يا أخي في إطار هذا القانون. لا سيدتي، هذا ما موجود، ما هو موجود في القانون. لا ما كاش. اسمح لي خلينا نهضر أنا صح، خلينا نكمل الفكرة تاعي ومن بعد جاوب. لكن هاكي غلط. لا أنا نقول هذا القانون عفى على هذا الناس، غلط، عفى عليهم، ولكن هذا الاتفاق اللي يتكلم عليه مدني مزرق يقول باللي أنا عفيت عليكم في المتابعات القضائية، ولكن من الناحية السياسية المادة 26
لا غبار عليها، واضحه كل الوضوح باللي هذا الناس ما عندهمش الحق انهم يمارسوا عمل سياسي. لكن انا السؤال اللي نطرحه بعد ما تكلم مدني مزرق ذوك وعطانا كل التحاليل وكل هذا، سامحني نقول لك مازال نفهمك. هل النشاطات اللي راهو يقول احنا ماشي من اليوم برك اللي نشطنا، ماشي من اوت 2014، صحيح. احنا من 2000 وحنا ننشطوا. صحيح. احنا السؤال المطروح، هل هذا الجيش المنحل ولا ما بقي منه ولا ما كيف غير التسميه تاعو، هل اليوم يعترف بالقانون الجزائري ولا ما يعترفش؟ إذا يعترف بالقانون، سامحني، إذا يعترف بالقانون الجزائري، القانون الجزائري واضح، عندنا دستور الآن، والدستور هذا يقول المادة 42 تاعو ومجسدة أيضا في قانون الأحزاب السياسية، لا يمكن تأسيس أحزاب سياسية مبنية على الدين أو العرق أو الجنس أو الجهة أو الغير. احنا الدين الإسلامي تراث مشترك لكل الجزائريين، الأمازيغية تراث مشترك لكل الجزائريين، العروبة تراث مشترك لكل الجزائريين. إذا السؤال اليوم سامحني، النشاط نتاعهم أنا نتوجه للدولة واللوم على الدولة. كيفاش؟ احنا احزاب سياسيه معتمدين من طرف الدوله، عندنا اعتماد رسمي باش نجي ندير اجتماع تاع المجلس الوطني نتاعي لازمني ترخيص. وسي مدني مزرق اليوم راهو يتكلم امام 40 مليون جزائري يقول كنا ننشطوا من 2000 الى يومنا هذا خارج اطار القانون. لا. ما عندهم ترخيص، ما عندهم صفه قانونيه، ما عندهم ترخيص من طرف الدوله. ويزيد يشكر قبيل في الخطاب نتاعو، نشكر السلطات الامنيه الدارك والشرطه ورئيس البلديه تاع جيجل. اذا السلطات هنا نقولوا وين كاين وين راهي دوله القانون، اين هو تطبيق القانون واين هو المساواه بين المواطنين امام القانون. نعم، قبل ان نسال السؤال الله يخليك، الحفل الواحد ان هذا القانون اعد ووضع لمجرمين دمويين، ونحن لسنا كذلك. نحن مواطنون جزائريون، نحن أجبرتمونا على الدفاع عن أنفسنا، أردتم قتلنا فدافعنا عن أنفسنا. نتحاسبوا دوك في الجية ولا في الناس اللي جرمت منا ومنا هذه سوى شوز بعد نتحاسبوا عليها. أنا جايك دفعوا بالسلاح. أنا جايك هذا هو الخلاف. معليش خلي هذه القصة تحب نقصروا فيها 100 سنة نقصروا فيها ونقنعك، ولكن أنا على كل حال باستعمال في هذا القانون علاش ما درتوهاش؟ ما شرطوهاش في قانون المصالحة. هاو جايك يا سيدتي. هذا هو. عيط الحاجه انا كان في الوقت هذاك ما تقلقش انا بالعكس كلمه تخلينا هذاك خاطش لا نزربوا باش المواطن يفهم هذا القانون. راكم موافقين على هذا القانون؟ قانون المصالحه موافقين عليه ولا لا؟ اسمع لي دوك تعرف كيفاش موافق. انا عيطت توافق على كلش، مش توافق على واش يهمك واللي ما يعجبكش ما توافقش. اسمعيني انا اسمعيني. السيد سلال كان وزير الداخليه ودار ندوه صحفيه رسميه ونشط الخبر، معليش ديروا هذه الدعايه ولكن 3 شروق بارك الله فيها. ما كانتش في هذاك الشروق. دار الخبر رسميين وتكلم بملء فيه وقال سئل هل يسمى الانقاذ مقصود بالوئام المدني ام لا؟ قال لهم بالحرف، قال لهم يسمى الانقاذ عنده تسويه خاصه. بالحديث السي مدني على الندوات الصحفيه تصريحات نتاع مدير مدير الديوان تاع رئيس الجمهوريه سيد احمد يحيى. لا قبل ما تجاوبني انا القانون اللي قلت لك عندنا مرسوم، اسمح لي، عندنا مرسوم رسمي خاص بسمي انقاذ منشور في الجريده الرسميه يومها. القانون تاع المصالحه الوطنيه تاع 85 اللي كنت تحكي عليه هذا، كيفاه جاء القانون هذا؟ هذا لان احنا لما درنا هذا المرسوم منشور ولا اللي خاص بالمنى؟ مرسوم منشور في الجريده الرسميه، مرسوم رسميا سبحان الله. انت اللي ما كانش اللي جايك. لا خلينا اللي مدني الله يخليك دكتور حتى نوجه لك سؤال وربما أنا ما نمنعه لا هو ولا غيره، أنا مش دوري باش نمنعه، أنا ما عندي أولا لا السلطة باش نمنعه لا. أنا قلت حاجة فقط، احنا إذا اتفقنا اليوم كامل كجزائريين باللي المخرج الوحيد تاع بلادنا باش نبنيو ديمقراطية حقيقية لازم أول حاجة نتفقوا عليها هو أننا نحترموا القانون. متفقين. وأول قانون نحترمه هو الدستور. متفقين. وثانيا في بعد الدستور جاء هذا القانون هذا تاع المصالحة. هذا القانون المصالحة جات فيه بنود ما كان له نقراك الماده 26 وسي مدني مزرق يعرفها. الان هو راهو قال لنا امام الملأ كل الجزائريين وامام السلطه راهو يقول لنا باللي كاين ما هو موجود في القانون وكاين ما هو متفق عليه تحت الطاوله. هذا هو لو دوبل لانجاج من طرف السلطه. السلطه الان تقول هاو قانون انا اتفقت وعفيت على هذا الناس، بصح
عفيت عليكم بصح ما نعطيكمش الحق في ممارسه السياسه. سي مدني مزرق يجي اليوم يقول لنا في البلاطو، يقول لا كاين اتفاق مع السلطه وكاين مرسوم يقول رانا راح نمدوا لكم حقوقكم كامله. سمعنا التصريحات الرسميه تاع مدير ديوان رئاسه الجمهوريه في اطار المشاورات تاع تعديل الدستور، سمعنا الوزير الاول لا رجوع لا للفيس ولا للاياس. اذا هنا السؤال يبقى مطروح لاي مواطن اللي راهو يشوف فينا اليوم ويسمع سي مدني مزرق ويسمعني انا ويسمع سي عظيمي، واش هذا رانا في دوله القانون ولا دوله القانون؟ طيب هذه شعار. سيد مدني مزرق، لماذا تسمح السلطه؟ هل هو قانون هل هو حقيقه؟ وسط الفكره سيدة زبيدة، لماذا تسمح سيد مدني مزرق رئيس حزب وتقول نسمعوا في مدني مزرق يقول كاين مرسوم؟ اما ان الاخت كانت غايبه على الساحه السياسيه نهائيا كانت طرشا، واما انها تعرف الحقيقه ولا تريد ان تشهد بالحقيقه. المرسوم رانا تكلمنا عليه سيداتي وتكلمت عليه الدوله وتكلموا عليه في الجرايد وراهو في الجريده الرسميه، دونك ما يلزمناش نقصروا بزاف. المرسوم راه يقضي بتمتع جميع ابناء السلم الانقاذ بالحقوق المدنيه كامله غير منقوصه، دونك ما فيهاش قضيه مدنيه مش سياسيه. لا انت على بالك واش هي الحقوق المدنيه؟ لا، في الدستور تاعنا كاين ما يتكلم عن الحقوق المدنيه والسياسيه. المدنيه انك عندك حق تتنقل، تدي الباسبور، تخرج، تدخل، تمارس الى اخره. اما الحقوق السياسيه فهذا شيء ثاني. لا سيدتي اسمح لي، اقرا الدستور. لا قريته نفصل لك فيها من الفه الى يائه. لا ما تقلق. لا نتقلق، هنا نتقلق. اسمح لي، موش اول مره يسميني نقاد نشط، سمحوا لي راكم هنايا تغلطوا في الراي العام. تنشطوا خارج القانون ولا داخل القانون؟ لا داخل القانون. واش من الصفه عندكم؟ الصفه عندكم حزب سياسي معتمدين، واش عندك؟ قلنا برك فاهم الشعب باي طريقه تنشطوا. احنا مجموعه من الجزائر. الدوله تاعنا راهي تقول ما تقدرش حتى جمعيه تجتمع بلا ما تجيب الترخيص. احنا مجموعه، هذا قانون الجزائري. خليني نجاوبك، نخضعوا لهذا القانون. خليني نجاوبك. نحن مجموعه من الجزائريين نتصرف كما يتصرف كل الجزائريون. عندنا كاين احزاب نتفقوا معها، عندنا جمعيات نتفقوا معها، في بعض الاحيان نديروا تجمعات باسم تلك الجمعيات، وفي بعض الاحيان نديروا الندوه الصحفيه باسمنا ايضا، لكن نخبر السلطات راهي قدامنا. كاين المؤسسات باي صفه؟ بصفه كجزائريين، الجزائريين عندهم حق يطلبوا رخصه. لا قانون ما يسمحش. انا جايك تعطيني احزاب سياسيه ما نشطتش. ما جاوبتنيش على سؤالي سي مدني. احنا نعطيك المثال. انا عطيتك مثال. احنا حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي نجي ندير غدوه اجتماع نتاع المجلس الوطني نتاعي، لو كان ما نقدمش طلب ترخيص من طرف الوالي وين راح نعقد الاجتماع ما يسمحوليش باش نجتمع، وانا حزب معتمد من طرف الدوله الجزائريه. هاي فهمني برك كيفاش انت تقدر تجتمع وانت ما عندكش اعتماد من طرف الدوله، تجتمع بكل سهوله. وحنا احزاب سياسيه معتمده بقوانين الجمهوريه ونحترموا قوانين الجمهوريه ونخضعوا للقوانين، وانتم تجتمعوا احنا ما نقدروش نجتمعوا. هذه برك فهم الجزائريين. سي مدني يزيدك تصرف بذكاء مع الاحزاب السياسيه، يخدم واحد ما يمنعه بكل سهوله. لكن الخدمه في السريه، ما السريه يقدر ربي عباده سبحان الله. اسمح لي نرجعوا للسريه. اسمح لي نرجع لك، نعطيك تاع بفليس. راح نوريك هذا الكلب الميكيلين اللي يحكي لي عليه. في الحقيقه انا اليوم انا ضحيه كبيره، ممنوع من كل شيء، باش خوتي هادو هما اللي يدافعوا على ترسيم وتجسيد المصالحه الوطنيه الحقه التي تسمح لكل الجزائريين بالنشاط الشرعي في اطار القانون. في اطار القانون فاش كلمه سي مدني. واقعكم المعارضه. لا هي الطرح هذا طرح خاطئ تماما. ماهوش هذا هو الموضوع اصلا. احنا الموضوع درك رانا نتكلموا ونقولوا يا هل ترى استفدنا من التجربه تاع 20 سنه السابقه ولا لا؟ اذا استفدنا من هذه التجربه اللي هي لازم نبداو حاجه نتفقوا فيها كامل كل التيارات وكل التوجهات، اننا لازم نبنيو دوله القانون. نعم. دوله القانون ما معناه اننا نخضعوا للقانون، سواء القانون هذا في صالحي ولا مش في صالحي. هذا هو. درك الان انا واش قلت في البدايه؟ قلت كاين الامر تاع المصالحه الوطنيه، وكاين ايضا من بين الاحكام يقول كيفاش نتفاداو باش نرجعوا ما نعيشوش نفس المأساة اللي عشناها يا 20 ans. هذا المخرج هذا باش ما نعاودوش نفس الازمه اللي خرجنا منها عندنا 20 سنه، هو لازم كامل نحتكموا للقانون. القانون الان تاع المصالحه يقول الناس اللي كانوا متورطين في قضايا العنف والارهاب والحمل السلاح ضد مؤسسات الدوله وضد الشعب وضد التنميه تاع الشعب، هذا الناس هذو ما عندهمش الحق في نشاط سياسي. اليوم مدني مزرق راهو يقول نو، كاين اتفاق اقوى من هذا القانون وقع مع السلطه
باللي السلطه قالت له معليش تنغمض عليك العين، كاين مرسوم، انشط كما كاين تحب، مرسوم. وهو راه يقول حنا ننشطوا بذكاء، ما عندهم اعتماد، ما عندهم صفه قانونيه، ما يخضعوا للقانون، بس عندهم الحق ينشطوا. انا نطرح سؤال برك نقول يا هل ترى اليوم حنا في نهايه 2014 ورانا مقبلين على 2015 ونحضروا الى بناء الديمقراطيه، هل حنا اون سانسكري في المستقبل؟ الرهان تاعنا هو كيف نبني مستقبل الجزائر والشعب الجزائري، ولا نستحضر الماضي وايضا نعيدوا الماضي؟ حتى لا نطعن في النوايا، حتى لا نطعن في النوايا. ربما سيد مدني مزرق ومن معه استفادوا من التجربه ويريدون ان يصححوا اخطائهم. في اطار القانون ويدير عنده حزب في اطار القانون يخضع للقوانين كما رانا نخضعوا لها احنا كامل كجزائريين. هذا هو. انا ناضل كرئيس حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي، ناضل من اجل بناء دوله القانون. وبناء دوله القانون لازم تطبق القانون على الناس كامل دكتور أحمد دون عظيم. اقصاء. هذا هو المبدا، ما تبقاش دوله القانون شعار نتغنوا به وفي الممارسه نلقاو العكس. نعم. درتوا ملف تاسيس حزب؟ لا بصوب تقديمي ان شاء الله، بصوب تقديمي ان شاء الله. بتسميه اخرى؟ بتسمية اخرى؟ طبعا باسمية اخرى اللي هي السيده زبيده. انا الشيء اللي نقوله اليوم هو انه احنا رانا فتنا في مرحله عظيمة في البلاد، والجزائر عاشت أزمة كبيرة. نظن باللي حان الوقت اليوم كامل كما رانا نحتكموا إلى القانون ونبداو نطبقوا القانون ونخضعوا للقانون. والأول المطالب بتطبيق القانون واحترام القانون هي الدولة، من بعد باش يجي الشعب. جميل. دكتور أحمد عظيم.